ازاي الانسان بيتحول من متأثر الى ناشر للفكرة؟ في الاول الانسان بيسمع الفكرة، بعد شوية بيبدأ يقتنع بيها، وبعد فترة بيبدأ يدافع عنها. لكن المرحلة الاخطر مش دي، المرحلة الاخطر لما يبدأ ينشر الانسان الفكرة بنفسه. التحول هنا بيحصل في هدوء، لان مفيش حد بيقول للشخص انشر الفكرة دي. التحول بيحصل تدريجيا، في البداية بيسمع ويفكر ويناقش، بعدها بيشارك ويعيد الكلام ويشرح للناس، وهنا الفكرة بتبدأ تنتشر. ليه الإنسان بينشر الفكرة؟ لأن نشر الفكرة في الوقت ده بيحسسه بالانتماء وبالفهم وبالأهمية. لما الإنسان يحس إنه فاهم حاجات كتير الناس مش فاهماها أو مش شايفاها، بيحس وقتها إنه لازم يتكلم. مثال بسيط: إنسان بيسمع المعلومة في البداية بيبدأ يحتفظ بيها، وبعد كده بيبدأ يتكلم فيها مع الأصدقاء المقربين ليه، وبعد كده يبدأ ينشرها على السوشيال ميديا. الفكرة هنا بدأت تتحرك. أخطر نقطة هنا إن كل شخص بينشر الفكرة بيكون هو مصدر جديد ليها، والناس بتثق أكتر في المعلومة اللي جاية من الناس المقربين أو الناس اللي بيثقوا فيهم. فاكرين حلقة ليه بنصدق اللي شبهنا؟ لأن انتشار الفكرة مع الوقت بيبقى طبيعي جدا. الفكرة بتتنقل من شخص لشخص، وكل واحد بيضيف تفسير أو قصة أو مثال، وتبدأ تكبر الفكرة حتى لو كانت صغيرة جدا. أحيانا أقوى طريق لنشر فكرة مش إنك تفرضها، لكن إنك تخلي الناس تنشرها بنفسها. وعلشان تنشرها يبقى لازم تؤمن بالفكرة الأول.